السلام عليكم جميعا، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. هنقضي يومنا كده ان شاء الله النهارده مع بعض، وهنعمل كده وصفة اقتصادية. كنت اول مرة اجربها بس عجبتني جدا فحبيت اشاركها معاكم. بدأت يومي بدورة غسيل. الجو اليومين اللي فاتوا كان برد جدا، فكان صعب قوي ان احنا نغسل، فانا استنيت كده لما الجو بقى كويس شوية وقلت اعمل دورة غسيل. طيب، بحط معيار المسحوق على حسب الدورة اللي انا هعملها. يعني مثلا انا دلوقتي هعمل دورة غسيل اقتصادية اللي هي اللي اسمها اكسبريس. طيب، في الدورة الاقتصادية دي انا حاطة كمية هدوم مش كبيرة قوي، وهتبقى حوالي تقريبا نص ساعة، فمش هحط كمية مسحوق كبيرة. والموضوع هنا اكيد فيه توفير وكل حاجه، بس اصلا لو انت حطيتي كميه مسحوق كبيره الغساله مش بتاخدها كلها، وبتلاقي الهدوم طالعه اصلا مش نظيفه، فيها رغاوي كتير. فحطيت كمان شويه من الكلوروكس الالوان، وبس كده شغلتها على اكسبريس، اسمها اكسبريس 30، اللي هي مكتوب فيها اكسبريس و30 دي. فعشان سألتوني قبل كده ايه الدورة الاقتصادية دي. طيب، انا مش ناسية طبعا، انا هعمل ريفيو كامل عن الغسالة، بس اعذروني الفترة دي يعني لو بتأخر عليكم في اي حاجة بتطلبوها، بس يعني ان شاء الله ربنا يسهل والفترة دي تعدي وهعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه بإذن الله. طيب، انا هغسل النهاردة دورتين غسيل، الاتنين هغسلهم دورات اقتصادية. المسحوق اللي انا بستخدم في الغسيل الابيض العادي والفوط والملايات وكده مسحوق بودر عادي اللي هو بونكس. اما بالنسبه لهدوم الخروج والحاجات الغوامق بستخدم اوكسي الجل للحاجات الغامقه وحاجات الخروج. ومش بستخدم، لما بستخدم اوكسي مش بستخدم ولا معطر ملابس ولا كلوروكس الوان ولا كلوريل ولا اي حاجه، هو المسحوق وبس. تمام. سبت كده الغسالة تشتغل وننجز اكتر من حاجة في نفس الوقت. كنت وانا جاية من بره كنت جايبة كيس لبن، انا بجيب لبن جاموسي وبغليه، انتوا حافظين بقى خلاص يعني هبقى بكرر نفسي، بس بغلي اللبن واسيبه في يبرد شوية، بعدين احطه في التلاجة، وتاني يوم اشيل القشطة اللي هي وش اللبن واحطها في علبة وفي الفريزر بحوشها وبعمل منها سمنة بلدي في البيت. كانت ماما عطياني شويه حاجات بسيطه كده، وانا راجعه برضو كنت عديت على حماتي فكانوا خابزين. انا عندي العلبه دي بس هي هتلاقوها مطربه شويه فخدتها عشان اغسلها. مش بحط فيها يعني مش بستخدمها كتير غير لما يبقى في مخبوزات وكده، وبما ان انا مش بخبز فنادرا ما بستخدمها. كانوا هم عاملين قرص بس عاملينها اسمها ايه، بالحاجات بتاعه الكحك دي، مش عارفه اسمها بصراحه. المهم البتاعه اللي بيتعمل بيها رسم الكحك. فكانوا عاملين قرص بملبن، قرص بعجوة، اللي هي القرص اللي بتتعمل في البيت بتبقى حلوة، بتاكل كده مع الشاي بلبن بالليل وخلاص. فسبتها تبرد شوية، وبعدين على ما غسلت العلبة وقمت حطها فيها. لازم تتحط في مكان يكون محكم الغلق، لو اتسابت متهوية بتطرى وبتبقى مش حلوة. هم عاملينها ناشفة علشان تقعد فترة أطول شوية. فأنا هسيبها في العلبة كده من غير ما أغطيها لحد لما تبرد، بس كانت لسه طالعة من الفرن ما بقلهاش كتير. وحطيت اللبن على النار وقلت اكمل بقى اشوف ايه اللي ورايا. انا كنت راجعه اليوم ده ما كنتش طبخت ولا اي حاجه، فهنا بقى ياتي دور التفريزات. كنت عامله معاكم في مش فاكره الفيديو اللي فات تقريبا كنت عامله معاكم تفريزات للحواوشي، كنت عامله 4 كده واتبقى كلنا 2 يومها واتبقى 2. فطلعتهم كده من الفريزر وقلت ده هيبقى غدايا النهارده وبس، هسيب العيش باللحمه ده يفك على جنب وانا اعمل حاجات تانية. طبعا بما اننا في فصل الشتاء ونادرا ما بنفتكر ان احنا عندنا كلية كده ومحتاجة مية، فانا عن نفسي مش هكدب عليكم واقول لكم بشرب مية بالقدر الكافي، لا بالعكس خالص. وللاسف الموضوع ابتدى يأثر على بشرتي وعلى كل حاجة، المية يعني احنا رحنا فيها. ف رجعت تاني احاول اشرب المية بخل التفاح، بتريح معدتي شوية على ما ابقى ان شاء الله الاسبوع الجاي اروح اكشف، وهبقى اقول لكم انا لما هبقى احكي لكم انا الحوار ده بعدين. المهم الميه بخلي التفاح حلوه جدا للمعده لو انتي مفيش عندك قرحه معده ولا كلام من ده. فشربتها، بشرب كوبايه قبل الاكل. وبدات بقى اجهز للحاجات. كنت جايبه شويه صغيرين كده من الفول المدشوش من عند ماما، غسلته ونقعته وهسيبه على جنب لتاني يوم. وطلعت شويه من الخضره دي عباره عن شبت وكزبره، شبت وكزبره، مفيش بقدونس. وممكن تخمنوا انا هعمل ايه، بس هي مش طعمية يعني. المهم انا كان هنا يعتبر يومي خلص. طبعا اتغديت مع نفسي بقى وغسلت ونشرت الهدوم والجو ده، وبصراحة نمت اللي كنت تعبانة. وصحيت بقى تاني يوم الصبح علشان اعمل الوصفة بتاعتي. الوصفة بتاعتي هي البصارة. البصارة دي
وصفة معظم الناس هنا في مصر هتبقى عارفاها، ما اعرفش اي حد بره هيبقى عارف او عارف الوصفة او بنفس الاسم او لا. ف ده فول مدشوش، اتنقع طبعا ليلة كاملة، غيرت المية عليه اكتر من مرة، وفي الاخر حطيت له بقى مية نظيفة وهحطه على النار. عارفين لما بنعمل شوربة العدس، هي نفس الفكرة تقريبا مع اختلاف المكونات. يعني احنا بنحط العدس في شوربة العدس، بنحط العدس مع البصل مع جزر او ايا كان المكونات اللي هتحطيها، وتسيبيه يتسلق كويس جدا، بعدين تاخديه تضربيه في الخلاط وترجعيه على الحلة تاني، وبعدين تبتدي تعملي له الاضافات الاخيرة اللي انت هتحطيها والتوابل. دي نفس الفكرة. احنا هنحط الفول المدشوش اللي اتنقع، هنحطه على النار، وهنحط معاه المكونات بقى اللي هي عبارة عن ايه: الشبت والكزبرة الخضراء، الاتنين مغسولين متقطعين كويس. انا ما قطعتهمش تقطيع قوي بما ان يعني ايه كده كده هيتضرب في الخلاط في الاخر، وهسيبهم يغلوا على النار كويس جدا. بس مش دي المكونات بس، يعني هنحط كمان بصلايه صغيره، بما ان انا كميه الفول المدشوش اللي عندي صغيره، وقطعت بصلايه واحده صغيره، 4 فصوص من الثوم. وهي دي بس كل المكونات. هنسيب بقى المكونات دي تغلي على النار كويس قوي قوي لحد لما كلها تتسلق مع بعضها وتستوي كويس جدا، وهسيبها تبرد شوية، وبعد كده هاخدها على الخلاط. طبعا لو عندك هاند بلندر هيكون افضل ان انتي تعمليها وهي في مكانها، هيكون اسهل يعني، بس انا ما فيش عندي. فسبت الحلة بتاعتي دي بعد ما استوت تماما، خدتها على الخلاط وضربتها. اضربيها كويس جدا، لازم ما يبقاش فيها اي قطع او اي حاجه. وهي عموما لما بتتسلق كويس بتبتدي تديكي القوام اللي انت عايزاه. طيب، في اللحظات دي احنا ولا ضفنا توابل ولا ضفنا اي اضافات. انا ببتدي اشوف كده اذا كان الفول استوى ولا لا، البصل استوى ولا لا، وخدته في الخلاط وضربته ضربا مبرحا. وبعد كده شطفت بس الحله هي اللي انا كنت عامله فيها يعني، وهرجع الخليط ده تاني في الحله. زي ما قلت لكم هي نفس فكره شوربه العدس مع اختلاف المكونات. لما رجعنا الخليط بتاعي في الحلة هيبتدي يتقل حاجة بسيطة، يعني هيرجع الحل حوالي ما فيش 5 دقايق، انا عايزاه يغلي غلوتين بس كده. وهبتدي احط له التوابل بتاعته. طبعا بنحط ملح وبنحط كمون، وممكن لو انت حابه تحطي شويه شطه صغيرين، لو انت بتحبي الاكل حار ممكن تحطي رشه كزبره. بس كده، مفيش اكتر من كده. سيبته يغلي غلوتين، وبما اني مطلعه الخلاط فقلت استغله على بس ما الفول بتاعي يغلي. دي ملهاش علاقه بالوصفه، انا بس قلت ايه فن استغلال الوقت، هستغل الوقت بما ان الخلاط طالع. فغسلته طبعا كويس، وكان عندي الطماطم دي طلعت عليها حته بنجر كده، وقلت هعصرها علشان انا عايزه استخدمها في اكل بكره. فقلت هجهزها وهشيلها حتى في التلاجة تحت. طبعا احنا ممكن نشيل الطماطم معصوره مش متسبكه في التلاجة من تحت، بما اننا في فصل الشتاء ما ينفعش نعمل كده في الصيف، الطماطم بالذات بتبوظ. عصرت الطماطم وصفيتها كويس، البنجر بيدي لون حلو، بس انا ما بحبش احط كتير علشان ما يبقاش اللون احمر غريب كده. بحب اصفي الطماطم، ما بحبش استخدمها زي ما هي ايا كان الوصفه بصراحه. والقشر والحاجات اللي بتطلع دي انا مش برميها على فكره، بستخدمها برضو في خلطه تتبيل السمك. القشر اللي طلع ده ممكن تضيفي عليه توم، شطه خضراء، فلفل الوان، سوري فلفل اخضر مش فلفل الوان، وممكن تضيفي عليه اي اضافات انت عايزاها تستخدميه لتتبيل الاسماك، او ممكن تحط عليه التوم بس وشويه كمون وملح برضو وتتبلي بيه الاسماك. المهم، كده خلصت انا بقى ايه الطماطم بتاعتي، غطيتها وحطيتها في التلاجة. قلت كمان وانا قاعده كده لما انقي الرز، انا كنت بحاول اجهز لبكره سريعا سريعا وانا واقفه في المطبخ، عارفين والحماسه واخداني كده، علشان بكره عندي كان اخويا ومراته جايين، فقلت عايزه اجهز شويه حاجات سريعا علشان الاكل يبقى سريع بكره. على ما عملت الحاجات دي اللي هو عملت الطماطم، نقيت الرز، كان البصاره بتاعتي خلصت. طلعتها من على النار وحطيتها في الاطباق علشان تبرد شويه، بسيط بسيط بس. وعلى ما هي تبرد ولسه طبعا هعمل لها الطشه دلوقتي معاكم. على ما تبرد كنت غسلت المواعين اللي طلعت معايا، الحله اللي انا عملت فيها شويه الخلاط، شويه حاجات بسيطه كده سريعا، وقلت بقى ايه اعمل الطشه بتاعتها. طيب، معظم الناس اللي بشوفها لما بتيجي تعمل بصاره بيعملوا لها تقليه زي الكشري، اللي هو البصل المقرمش ده. طبعا هتبقى حلوه وكل حاجه، لكن بما اني مش يعني مش من هواة البصل قوي، وممنوع منه اصلا صحيا، فانا بعملها بالطريقه بتاعت امي وننتي وجدتي الله يرحمها. احنا ما بنحطش بصل على البصاره، بنحط توم. بتحطي كده في شويه زيت، تحطي فيهم
كام فص مفروم ناعم جدا من التوم، بتحط عليه مكونين كمان، معلقة كده من الكزبرة ومعلقة من السمسم. ممكن ناس تستغرب شوية حكاية السمسم دي، بس بيبقى طعمه خرافي لما بيتحمص كده مع التوم والكزبرة، بيبقى حلو قوي قوي قوي. بحطهم كلهم في نفس الوقت، وخلوا بالكم كمية الزيت بتبقى كتيرة شوية عشان التوم والسمسم والكزبرة يتحمصوا. بس بعد كده انا بصفي الزيت ده، مش بحط الزيت ده على البصارة. البصارة بتبقى موفرة وبترمي كمية كبيرة. يعني انتوا شايفين انا حاطة كمية الفول المدشوش اصلا اقل من الربع كيلو بكتير، يعني هي يا دوب شوية كده في قبضة يدي، حبة صغيرين. عملت لي 3 اطباق كبار حلوين. ببتدي كده احمص فيه السمسم مع التوم ده لحد ما ياخد لون ذهبي. خلي بالك ما يتحرقش منك ايدك على طول فيه، واطفي عليه على طول. وبعدين بجيب مصفى واصفي الزيت زي ما انتم شايفين، ما بحطش الزيت ده على وش الطبق بتاعي. وبس كده بحطها بقى برشها على الوش، وده بيكون شكلها لما بتخلص. بغطيها بقى لما تبرد وبدخلها التلاجة، بتقعد 4 5 6 ايام، مش هيجرى لها اي حاجة في البرد ده. طلعي الطبق على قد الاكله كده، وانا عامله كميه بسيطه علشان كانت اول تجربه ونجحت الحمد لله، كان طعمها حلو جدا. ولما بتقعد بقى بتجمد، يعني هي مش بتبقى شوربه، قوامها مش شوربه زي شوربه العدس، لا بتجمد، بتبقى حاجه اللي وكل بصاره قبل كده هيبقى عارف. بس كده دي كانت الوصفه بتاعتي بقى النهارده، وده كان الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى يكون عجبكم وشجعكم وفادكم ولو بحاجه بسيطه. لو حابين تجربوا الوصفه جربوها في حاجه بسيطه كده، ان شاء الله تعجبكم وتنجح معاكم وتبقوا تكرروها في كمية أكبر. وأشوفكم قريب إن شاء الله على خير في فيديو جديد، وشكرا جدا ليكم وسلام عليكم.